ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني وتدعموني. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي ما بنشتريها من اكبر محلات الحلواني. هنعرف طريقة شكلها ولونها وطعمها المميز زي ما بنشتريها بالظبط من اكبر محلات الحلواني. هتعرفي كل تفاصيلها في الفيديو ده، واستحالة تشتريها من المحلات تاني. شايفين ما شاء الله بعد ما قلبتها ما شاء الله لونها من فوق زي تحت. عندنا المقادير بتاعتنا. أول حاجة هنحضرها الشربات أو السيرب، عبارة عن 2 كوب من السكر، كوب ونص من الماء، 2 معلقة كبيرة عسل كلوكوز أو عسل نحل ولو مش متوفر استغنى عنه، ونص عصير ليمونة. هنقلبهم مع بعض وبعد كده هنسيبهم يغلوا على النار لمدة 10 دقايق، والنار بتكون وسط. هنسيب الشربات يبرد على جنب ونحضر الكنافة. عندنا نص كيلو من الكنافة تكون مفرومة أو شعر. لو هي شعر هتحطيها في الفريزر من 3 ل4 ساعات، وتبدأي اللي انت تفركيها تتفرك معاكي بكل سهولة وتنعم. بعد كده هبدأ أحط 2 معلقة كبيرة من السكر البودرة وأقلبهم على الكنافة كويس، وبعد كده هضيف كوب ونص من السمنة، وتكون السمنة تكون بتاعتنا دافية علشان ما تبدأش ان الكنافة تبدأ تكتل معاكي، علشان احنا في البرد. لو في الصيف هتتعامل معاكي بكل سهولة. في جو البرد بتبدأ ان الكنافة تكتل معاكي شوية. هنبدأ اللي احنا نغلف الكنافة بالسمنة، وبعد كده هنجيب صينية مقاس 30 هنبطنها بالسمنة ونبدأ نفرد نص كمية الكنافة. ببدأ أوزعها بإيدي كده، ولو الكنافة حسيت إن هي بادئة إن هي تتجمد معاكي هتبدأي إن انت تفركيها بإيدك، هتتفرك معاكي بكل سهولة. وتبدأي تاخدي الكنافة كده لحرف الصينية وترفعيها لفوق كده، تبدأي إن انت تعملي حرف للصينية زي ما انتوا شايفين. ببدأ أكبسها كويس بإيدي جدا، بتتكبس معاكي بكل سهولة. هبدأ أحضر الكريمة، عبارة عن 3 كوب من الحليب أو اللبن، عليهم 3 معلقة كبيرة من النشا، ونص كوب من الماء. هقلبهم مع بعض، وأول لما اللبن يبدأ يسخن ويبدأ إن هو يدخل في الغليان هبدأ أنزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ومش بضيف للكريمة أي سكر نهائي. هبدأ أنزل بالنشا وأقلب على طول لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام بيكون خفيف كده. هبدأ اللي أنا أحط الكريمة على الكنافة وهي سخنة، وأبدأ أسيبها لحد ما تبرد خالص. هوزعها كده في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هسيبها تبرد وأبدأ أحط الطبقة التانية. الكريمة مفيش عليها أي سكر نهائي، وده سر من أسرار المحلات زي ما بيعملوها بالظبط. والسر اللي لونها بيكون موحد في السمنة بتاعتها بتكون مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. النص كيلو كنافة بياخد كوب ونص من السمنة علشان تديكي اللون الجاهز بالظبط. وطبعا ما ينفعش نعملها بزيت. هبدأ اللي انا اوزع الكنافة كويس جدا، وابدأ اللي انا اضغط عليها واكبسها. طبعا علشان الكريمة عندي بردت نهائي، هبدأ اللي انا اضغط عليها الكريمة مش هتخرج لان هي بردت تماما. هبدأ ادخلها الفرن على حرارة 170. التسوية، الفرن شغال قبلها بربع ساعة. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما بتاخد لون ذهبي من الحرف كده من الجنب، ببدأ اشغل عليها الشواية على الهادي على نفس الرف، مش برفعها لفوق. وبفضل ألف في الصينية علشان تديني اللون الموحد ده. عايزة تعملي اللون الموحد ده يبقى تهدي النار عليها وتصبري على الصينية وتديها السمنة المظبوطة. بعد ما خرجت من الفرن بدأت اللي أنا أسقيها بالشربات أو بالسيرب بيكون بارد. شايفين ما شاء الله بعد ما شربت كمية السيرب اللي أنا عملتها كلها، وبعد ما قلبتها علشان أوريكم شكلها من تحت أخد اللون الذهبي زي فوق بالظبط. هبدأ اللي انا اقطعها علشان تبدأي ان انت تشوفيها من جوه شكلها زي الجاهزة بالظبط. هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، واحلى واوفر واطعم من اللي بتشتريها كمان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو